خايف، متوتر، حاسس ان كل اللي ذاكرته طار من دماغك؟ طبيعي جدا، وده مجرد وهم بيصنعه التوتر ليلة الامتحان. ليلة الامتحان مش وقت الحشو والمذاكرة من الصفر. ليلة الامتحان هي الليلة الأهم اللي ممكن تعمل الفرق. عشان كده جمعتلك النهاردة الركائز السبعة للكبسولة السحرية اللي هتخليك تدخل اللجنة بكرة بأعلى الدرجات وتجيب أعلى الدرجات والثقة إن شاء الله، وهي اللي خلتني أطلع الأولى على المحافظة. جهز ورقة وقلم كده وركز معايا جدا. اول حاجه، اوعى تفتح كتاب كبير او درس جديد ليله الامتحان. الوقت ده معمول للتلخيصات اللي عملتها بنفسك خلال السنه. ركز ان انت تقراها، تراجع عليها، تشوف القوانين الرياضيه الاساسيه، تحفظها مثلا تاني او تراجع عليها. التعريفات الرئيسيه، الخطوط العريضه اللي كنت عامل عليها هايلايت مثلا على كل درس، اللي هي من خلال السطر الواحد بس ده تقدر تعرف كل المعلومات اللي موجوده في الدرس. عقلك في اللحظة دي محتاج خريطة ذهنية سريعة تفكره كده بمنهج، مش مجرد تفاصيل معقدة تشتته وتضيع وقته. انت بيبقى عندك 24 ساعة لكل مادة، فبالتالي الوقت بيكون قليل جدا، وكمان المعلومات بتكون كثيرة جدا. فعشان ما تضيعش وقتك ركز على الأساسيات بس. تاني حاجة، حل امتحانات السنوات السابقة. بجد بجد افضل طريقة تصمم بيها عقلك الخايف انك تخليه يشوف شكل ورقة الامتحان اللي هيشوفها بكرة. حل امتحانين او 3 من سنين فاتت، واهم حاجة برضو تخلي اليوم ده اكتر منه مراجعة يكون حل، ويكون حل امتحانات سابقة بالذات، لان انت من خلال الامتحانات السابقة بتقدر تعرف شكل الامتحان، طريقة تفكير الشخص اللي بيحط الامتحان، فبالتالي تقدر تتوقع او تركز على النقط الاساسية اللي بتشوف مثلا الوضع الامتحان بيركز عليها، فبالتالي تقدر تستنتج. واوقات كتيرة كمان بيكون جايبين الاسئلة كوبي بيست من امتحانات سابقة، فبالتالي ده هيفيدك جدا. كمان الحركة دي بتعلمك ازاي تدير وقتك بذكاء، لان انت مثلا لما تدرب نفسك، لو الورقة ليها 60 دقيقة فانت بتدرب نفسك تحل عدد اسئلة معين في نفس الوقت بتاع بكرة، فبالتالي انت بتبقى رايح بكرة وانت اوريدي اصلا مجرب مع نفسك زي كأنك كنت في لجنة. فدي اهم حاجة بجد ساعدتني جدا، ان انا كنت بحاول ان انا احط نفسي في الموقف اللي انا اروح فيه في الامتحان. بحط تايمر اللي هو نفس الوقت بتاع الامتحان، بجيب امتحان سابق وبفضل احله وهكذا. والحاجات اللي انا مش مثلا معرفتش احلها بحط عليها هايلايت وبرجع للنقطة دي في الدرس عشان اعرف ان الحاجات دي مهمة فراجعها تاني. تالت حاجة بقى واهمهم والمفروض كنت احطه نمبر 1، اللي هو النوم. بجد النوم مش رفاهية. النوم هو العملية اللي عقلك بيستخدمها عشان ينقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدائمة ويحطها في الفولدرات الصح. المذاكرة طول الليل بدون نوم يعني زي اكنك كده بين قوسين مطبق، فده بيخلي عقلك مشوش جدا وبيخليك مش قادر تسترجع المعلومات. فانت لازم ما تنامش اقل من 6 ل 8 ساعات، ويا سيدي لو انت هتيجي على نفسك قوي نام 5 ساعات. بجد بجد الحاجة دي مهمة جدا، ولازم تصحى بدري عشان تدي لجسمك وعقلك وقت يفوقوا براحتهم قبل ما طبعا تروح الامتحان. فبالتالي مش هأكد على المعلومة دي كمان، ان النوم بجد لازما يا جماعة. انت لو مذاكر طول السنة وعارف كل حاجة، وبس مجرد ان انت ما نمتش، لان عقلك جسمك اوريدي ليه وقت للنوم معين، فانت لو ما نمتش ممكن تنفذ الامتحان. طب وليه؟ طب ما احنا بنذاكر طول السنة عشان اليوم ده، فليه نضيع اليوم ده من ايدينا؟ وبعدين اللي ذاكر يعني خلاص، مش مجرد ال5 ساعات دول هما اللي هيخلوك تطلع الاول على الجمهورية يعني. رابع حاجة ممكن تعملها ان انت تتقرب لربنا في الوقت ده. يا جماعة يعني الهدوء النفسي والروحاني بيخلي الجسم يكون في حالة كويسة جدا وبيقلل التوتر. التوتر ده بيقفل خلايا التفكير في المخ، والحل ده ان انت تلتجئ لربنا. صلي ركعتين بنية التوفيق قبل كل امتحان، صلي ركعتين، الزم الاستغفار والذكر. دايما دايما استغفر، اذكر ربنا، وادعي دايما كل يوم ان ربنا يوفقك ويلهمك الصواب ويلهمك الإجابة الصحيحة، ويساعدك ان انت تفكر صح وتحل صح في الامتحان، لان اوقات كتيرة بيكون ناس عارفة السؤال وعارفة الإجابة وسبحان الله يعني ربنا ما ادهمش التوفيق في الحتة دي، يروحوا الامتحان ويحلوا السؤال غلط مع انهم عارفين إجابة السؤال الصح. يعني هم عارفين الإجابة دي صح بس هم ما بيختاروهاش. ليه؟ عشان مفيش توفيق. بجد يا جماعة بدون توفيق ربنا انتوا مش هتعرفوا تحلوا حاجة حتى لو انتوا عارفين وحافظين كل حاجة. فيعني لازما بجد تطلبوا التوفيق من ربنا. ودايما كده قبل كل امتحان ادعوا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. الراحه النفسيه اللي تحس بيها بعد الصلاه والدعاء هي اللي تفتح مخك وتخفف عنك الضغط. خامس حاجه، ان انت تصحى الصبح
تكون طبعا متوتر ومش لاقي حاجة، وتدور على او آلامك وكل حاجة وتلاقيها ضايعة. ده عشان نتجنبه طبعا ان احنا نعمل ايه، ان احنا اليوم اللي قبل الامتحان اللي هو ليله الامتحان نظبط لبسنا، نظبط قلمنا، شنطنا، كل حاجه، بحيث ان احنا اليوم اللي بعده نصحى نكون فايقين، ونكون كل حاجه جاهزه معانا، وما ننساش مثلا زي آلة او اي حاجه من دي، لان الحاجات دي بتكون مهمه. وطبعا عشان احنا قبل الامتحان بنكون متوترين فبنكون مش مركزين، فبالتالي عشان نتجنب الموقف ده اليوم اللي قبله نكون مجهزين حاجتنا ونايمين واحنا كل حاجه تمام. سادس حاجة ان انت تكون تهتم بالاكل بتاعك قوي في الايام دي، لان بجد الاكل هيأثر جدا على تركيزك، هيأثر على كل حاجة. حاول ما تاكلش اكل دسم جدا عشان ما يأثرش على المخ وكده. اكل خفيف في نفس الوقت يكون بيدي تركيز. تاخد شوية مكسرات برضو، ما تكترش منها. تشرب مية كتير 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 بجد لان هي بتفرق جدا. بلاش كافيين كتير وحاجات زي كده لان هي بتأثر بالسلب على المخ. فيعني يا جماعة نهتم بأكلنا شوية في الأيام دي عشان يعني ربنا يوفقنا وعقلنا يكون مصحصح كده كويس. سابع واخر حاجة معانا في الفيديو ده ان انت ما تفتحش الواتساب، ما تفتحش فيسبوك، ما تفتحش اي سوشيال ميديا، عشان بجد هتلاقي جروبات كتير قوي بتنزل اسئله. او كمان قبل الامتحان برضو يا جماعه ما تراجعوش مع حد او ما تقراوش مع حد اي حاجه، لان بجد حد يقول لك سؤال معين تلاقي نفسك مش عارف تحله فتتوتر اكتر، فتخش الامتحان تتوتر. فليه كل ده يحصل؟ كمان ان في اسئله كمان كده وتسريبات بتبقى موجوده، فانت ده بيشتت عقلك، وانت لازم اصلا تكون في الوقت ده تكون هادي جدا. فانت الحل انت تسيب تليفونك بعيد عشان تصفي ذهنك، وتخلي اخر حاجة عقلك بيعالجها قبل ما تغمض عينك هي ذكر الله وثقة في تعبك، مش بوست على السوشيال ميديا او اي سؤال من حد صاحبك وهكذا. طبعا يا جماعة دي كانت الكبسولة السحرية ليلة الامتحان. بجد بجد لو انتوا طبقتوها هتحسوا بفرق جدا، لان هي عن تجربة، بجد عن تجربة. افتكر دايما ان ربنا مش بيضيع اجر من احسن عملا. بجد انت تعبت وعملت اللي عليك والنتيجة سيبها على ربنا. اعمل اللي عليك لحد اخر لحظة، وبعد كده خلاص ما تقولش ان انت ما عملتش حاجة، لا بالعكس انت خلاص عملت كل اللي عليك، وخلاص الوقت خلص، جاي الامتحان. ايا كان اللي انت عملته في الامتحان فهو ده قضاء ربنا. لو ربنا وفقك ان انت تحل كويس فده هو قضاء من ربنا وده نصيبك، ولو ما حلتش كويس برضو فده نصيبك. فاللي علينا ان احنا نسيبها على ربنا. نام كويس، استعين بالله، وتأكد ان بكرة هيكون يوم كويس ان شاء الله. تفائلوا بالخير تجدوه. وشارك الفيديو ده مع صحابك كلهم، ما تنساش تشاركهم عشان المنفعة تعم على الكل. واكتبولي في التعليقات ايه الفيديوهات الجاية اللي انتوا عايزيني اعملها. بس كده، ما تنسوش تصلوا على النبي. مع السلامة.